فيلمنا بيبدأ في المستقبل في سنة 2073، واللي بيحصل فيها زيادة سكانية كبيرة والموارد الطبيعية بتقل، والأكل والشرب بيكون على القد خالص ومش مكفي كمان. وبنشوف عالمة أحياء اسمها نيكوليت، ودي بتعرض على الحكومة إن هم يعملوا قانون اسمه قانون الطفل الواحد، بمعنى إن كل أسرة ليها الحق في خلفة طفل واحد فقط، ولو خلفوا أكتر من طفل الأطفال الزيادة دول بياخدوهم ويحطوهم في جهاز اسمه كري سليب، وده هيفضلوا فيه لغاية ما المشكلة اللي عندهم تتحل. وبتوافق الحكومة على القانون ده، وعلشان القانون ده ينجح بتخترع نيكوليت اسورة لكل شخص، وبيكون مفروض عليه انه يلبسها علشان يحدد هويته ومعاه كام طفل. وبنشوف واحد اسمه كيتمان وهو في المستشفى، وبيقوله الدكتور ان بنته خلفت 7 توأم وماتت بعدها، فبيطلب منه كيتمان انه ما يقولش لحد على الموضوع ده علشان الحكومة ما ياخدوش منه الاطفال ويسيبوا له طفل واحد بس. وبيقرر انه هيسميهم بايام الاسبوع، لكن الاسم الرسمي قدام الحكومة هيكون باسم كارين لل7 اطفال. وبعد 30 سنة بيكبروا البنات، وبنشوف بنت منهم اسمها ساندي وهي رايحة للشغل، وبتشوف الحكومة وقتها وهما بياخدوا بنت صغيرة علشان يحطوها في جهاز الكري سليب لانهم عرفوا ان عندها اخ. وبعدها بتخلص ساندي شغلها وبتروح البيت، وبنشوف باقي اخواتها اللي بيظهر عليهم انهم مختلفين خالص في الشخصيات، وده بيبان من خلال قصات شعرهم ولبسهم وطريقة كلامهم، وبيكونوا قاعدين كلهم بيتغدوا. وبنعرف ان جدهم مات لما بيفتكروا اللي علمه لهم، وقال لهم ان كل واحدة تخرج في اسم يومها، وده معناه ان كل واحدة هتخرج يوم واحد بس في الاسبوع علشان محدش يكتشف السر. وبتقول ثيرس دي ان الاحسن انهم يسلموا نفسهم للحكومة ويتجمدوا بشكل مؤقت لان حياتهم مملة وكأنهم مش عايشين، لكن محدش من اخواتها بيتفق مع كلامها فبتقوم وبتسيبهم. وتاني يوم بيكون يوم ماندي اللي بتكون تعبانة جدا لكنها بتقاوم التعب علشان تروح شغلها، وبيكونوا كلهم بيعملوا نفس تسريحة الشعر والمكياج علشان يبقوا شكل واحد. وبتوصل ماندي للشغل، والحارس اللي بيكون اسمه أدريان بيكشف عن اسورة الهوية بتاعتها، ومن خلال نظراتهم بنفهم انهم معجبين ببعض. وبتدخل البنك وبتركب الاسانسير، وبيركب معاها زميلها جيري اللي بيكون بينافسها في الترقية الجديدة، وبيقول لها ان هو عارف سرها، فبتقلق جدا وبتخاف على اخواتها. وبعدها مش بتروح ماندي وبيقلقوا عليها اخواتها، ولما بيجوا يشوفوا مكانها من خلال الاسوره بتاعتها بيلاقوها مش شغاله. وبيجي اليوم التاني اللي بيكون يوم تيوزداي، ومش بيبقى قدامهم حل غير انها تروح الشغل عادي وتحقق في اختفاء اختهم، وبتجهز فعلا وبتنزل. ولما بيشوفها الامن بيستغرب وبيقول لها ان هو ما شافهاش امبارح لما رجعت، فبتبتسم له وبتمشي. وبتروح البنك وبيكون اخواتها معاها من خلال الاسوره، وتفتح كمبيوتر ماندي يمكن توصل لاي حاجه، وبتعرف منه انها اترقت امبارح. وبتدخل عليها السكرتيره فبتسالها تيوزداي هي راحت فين امبارح لانها مش فاكره، فبتقول لها السكرتيره انها راحت البار علشان تحتفل، فبتشكرها تيوزداي وبتروح للبار وتتكلم مع الويتر وبتسالها هي راحت فين امبارح لانها كانت شاربه ومش فاكره اي حاجه. فبتقول لها الويتر ان زميلها جيري جالها امبارح واتخانقوا مع بعض ومشيت وهي متضايقه. وتخرج تيوزداي وبتكلم اخواتها وبتقول لهم اللي حصل، ولما بتطلع بتلاقي عربيه مستنياها بره وبياخدوها وبيفصلوا اشاره الاسوره علشان اخواتها ما يعرفوش مكانها، وبياخدوها وبيودوها لنيكوليت. وبتقول لها نيكوليت انها عارفه ان هي ليها 6 اخوات تانيين، وبتأمر الحارس بتاعها ان هو يروح يقبض عليهم. وبنروح لاخواتها اللي بيكونوا قلقانين وحاسين ان في حد عارف سرهم، وبيخافوا على اخواتهم لا يكون اتقبض عليهم هو كمان. وبعدها بيشوفوا في الكاميرات رجاله نيكوليت وهم داخلين عليهم، وبيستخبوا في مكان سري هم اللي عاملينه. واما رجاله نيكوليت فبيعرفوا يدخلوا البيت من خلال بصمه عين تيوزداي، ولما بيدخلوا مش بيلاقوا حد، بس بيعرفوا يوصلوا للمكان السري اللي فيه الاخوات. وبيخرجوا الاخوات وبيكونوا خايفين لغايه ما واحده منهم بتهجم على رجاله نيكوليت، فكلهم بيتشجعوا وبيضربوهم وبيقدروا يخلصوا عليهم. بس بعدها بيلاقوا اختهم ساندي اتصابت برصاص وبتموت. وفي يوم الاربع بتخرج وينزداي وبتروح لجيري زميل اختها في الشغل، وبتكون فاكره ان هو اللي عمل كل ده، بس بتتفاجئ لما بتلاقيه ان مش هو اللي بلغ عنهم، علشان بيسالها وبيقول لها عملت ايه في الاتفاق اللي ما بيننا. والاتفاق ده بيكون انها تسيب الترقيه مقابل انه ما يبلغش عنهم، فبتهدده بالمسدس اللي معاها علشان تخليه يقول هو عارف السر ده ازاي. والمفاجاه انها بتعرف ان هو ما يعرفش حاجه عن سرها هي واخواتها، وكان بيتكلم عن حاجه تانية، وهي ان ماندي سرقت فلوس من البنك وحولتهم لنيكوليت، وفي عقد بيثبت ده. فبتتنرفز وبتطلب منه يجيب لها العقد ده، لكن للاسف بيكون في قناص وبيخلص عليه. وبتستخبى في الحمام لان رجاله نيكوليت عرفوا انها جوه ودخلوا علشان يقبضوا عليها، بس لما بيوصلوا بتقدر تقتل واحد منهم، وبتكون هتاخد السلاح بتاعه لكنه مش بيشتغل غير ببصمه صباعه.
بتقطع صباعه وبتاخد المسدس وبتضرب عليهم كلهم نار وبيموتوا. وبعدها بتاخد تابلت جيري وبتبعت العقد اللي بيثبت الكلام اللي قاله لاختها فرايدي. وبعدها بتنط من الشباك علشان تهرب من رجاله نيكوليت وبتجري، لكن بتلاقي وراها باقي رجاله نيكوليت. وفي الوقت ده اخواتها بيكونوا متابعينها من خلال الاسوره وبيلاقوا الباب بيخبط، ولما بيشوفوا مين من الكاميرات بيلاقوا ادريان حارس البنك اللي اختهم شغاله فيه، فكلهم بيستخبوا. وبتروح ساتردي تفتح له وبيفكرها ماندي، وبنفهم ان هو واختها ليهم علاقه ببعض، وبتسيبه وبتدخل علشان تجيب حاجتها وتخرج معاه. ولما بتخرج بتقول لاخواتها على اللي حصل، فبتقول لها فرايدي تروح معاه لبيته علشان ممكن تقدر توصل لاي حاجه تخص اختها، وبتطلب منها تقرب الاسوره بتاعتها من بتاعته لان كل حراس الامن شغالين في شركه نيكوليت، ولو عملت كده هتقدر تخترق سيرفرات مكتب التخصيص. فبتوافق ساتردي ونروح لوينزداي اللي بتكون بتنط من سطح لسطح علشان تهرب من رجاله نيكوليت، لكن للاسف بيضربها واحد من الرجاله دي بالنار وبتقع من فوق المبنى وبتموت. وبيتصدموا اخواتها من اللي حصل ويفتحوا العقد اللي هي بعتته لهم، وبيعرفوا منه ان اختهم ماندي سرقت فلوس كتيره جدا من البنك وبعتتها لنيكوليت علشان تمول حملتها الانتخابيه في البرلمان. وفي نفس الوقت بتكون ساتردي بتقرب الاسوره بتاعتها من اسوره ادريان، وبتقدر فرايدي انها تخترق كاميرات شركه نيكوليت وبتشوف واحده من اخواتها وهي محبوسه في اوضه بس وشها مش بيكون باين. ونرجع لساتردي وهي بتتكلم مع اخواتها بعد ما ادريان مشى علشان يروح شغله، وبتقول لهم ان اختهم ماندي كانت على علاقه بادريان بقالها اكتر من 5 شهور، وبيدخل عليها في اللحظه دي رجاله نيكوليت وبيقتلوها على طول. ويتصدموا اخواتها من اللي بيحصل، وبيكون في الوقت ده باقي رجاله نيكوليت تحت بيتهم وبيرموا عليهم قنابل غاز، فبتهرب سارسدي هي وفرايدي من السلم اللي ورا. لكن بعد ما سارسدي بتنزل من على السلم بتطلع فرايدي وبتقرر انها هتضحي بنفسها علشان اختها، وتدخل البيت وبتفجروا بيها هي ورجاله نيكوليت. وبيوصل بلاغ لادريان ان في انفجار وبيعرف انه في بيت حبيبته، ولما بيروح بيشوف فرايدي وهي ميته وبيكون مصدوم لانه بيفكرها ماندي. وبعدها بيطلع ويركب عربيته وبتهجم عليه سارسدي وبتكون عايزه تقتله علشان مفكره ان هو اللي بلغ عليهم، لكن المفاجاه ان هو ما يعرفش اصلا ان ماندي عندها اخوات، وبتكون محتاره في مين اللي عمل كل ده. وبتقول لادريان ان نيكوليت خاطفه حبيبته ماندي عندها في الشركه وبتطلب منه يساعدها بما انه شغال حارس في الشركه دي. فبيوافق ادريان وبياخدها الشركه كانها فرايدي اللي ماتت، وبيسلمها للدكتوره اللي شغاله في اوضه التجميد، وبتشوفها سارسدي وهي بتحط طفله في جهاز التجميد، وبعد ما بتقفل عليها الجهاز ده بتحرقها، مش بتخليها تنام فتره طويله زي ما نيكوليت قالت. وبتصور سارسدي كل اللي حصل ده بالاسوره، وبتيجي الدكتوره علشان تاخدها وتحطها في الجهاز، لكن سارسدي بتهجم عليها وتضربها وبتحطها في الجهاز وتحرقها، وبتضرب هي وادريان باقي الدكاتره. وبتقدر تعرف اختها ماندي في انهي اوضه، ولما بتروح الاوضه بتتفاجئ ان دي اختها تيوزدي اللي رجاله نيكوليت خطفوها في الاول واخدوا عينيها. واما ماندي فبتكون لسه عايشه، والمفاجاه ان هي اللي بتكون عملت كل ده وبلغت على اخواتها علشان نيكوليت تقتلها وتبقى ماندي هي بس اللي عايشه وحياتها مستقره مش مهدده بالقتل. ونروح لثارسدي اللي بتلبس نفس لبس ماندي علشان تقدر تدخل الحفله اللي نيكوليت عاملاها. وبالنسبه لتيوزدي وادريان فهيدخلوا اوضه الكاميرات علشان يعرضوا الفيديو بتاع جهاز التجميد ويفضحوا نيكوليت قدام الناس كلها. وتدخل سارسدي الحمام وبتتصدم باختها ماندي وراها وبتكون معاها مسدس، وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين وبتخرج رصاصه من المسدس بالغلط وبتموت ماندي. وبتخرج بعدها سارسدي علشان تحضر البرلمان، وبتفضل نيكوليت تتكلم مع الناس وتضحك عليهم بالكلام علشان ينتخبوها. وفي الوقت ده بيتعرض الفيديو وكل الناس بتتصدم لما بيشوفوه، وبتتفاجئ نيكوليت وبتجري على ماندي وبتتصدم وقتها لما بتعرف ان دي سارسدي. وبتظهر في الوقت ده ماندي اللي بتكون لسه ما ماتتش وبتكون هتقتل نيكوليت، لكن واحد من رجالتها بيضرب على ماندي نار، وقبل ما تموت بتعتذر لسارسدي وبتطلب منها تسامحها، وبيتقبض على نيكوليت وبتتقفل الشركه بتاعتها وبيتلغي القانون اللي هي عملته. وبكده بتكون سارسدي وتيوزدي هما بس اللي فضلوا عايشين من اخواتهم، وهنا بيخلص فيلمنا.